المباراة اللي تنتظر منها لوكا يا جماعة. لوكا بتمريرة أمامية، لكن الدفاع يتدخل يجعل كل شيء يبدو لك في قرار الحكم هنا لا شيء، لكن فينيسيوس يريد القيام بكل شيء بهذه التمريرة بهذه الكرة. يا إلهي إلى جريزمان يبحث عن حل، يلعب كرة أمامية ذكية، لكن الدفاع تدخل من جانب الروخي بلانكوس في هذه التمريرة حلوة. مولينا بكرة، الله بروعة كبيرة يا روخي بلانكوس. أي تمريرات، أي لعبة جميلة، هدف ولا أروع. 1-0 لأتلتيكو في الديربي بعد 18 دقيقة في سانتياغو برنابيو. جاءت الشرارة الأولى في الديربي بعد عمل كبير يا عيني، كبير يا سيميوني في لقطة رائعة جدا. يسجل الأتلتي الهدف الأول. أي تمريرة يا كوكي، ليست تمريرة عادية. هل كان في تسلل في اللقطة الماضية؟ لم يكن مولينا متسللا في لقطة الهدف. سجل موراتا أخيرا بقميص أتلتيكو في مرمى ريال مدريد في الديربي، وجعل الأجواء مشتعلة أكثر في سانتياغو برنابيو. كنت أتكلم قبل أقل من دقيقتين أننا لم نذكر كثيرا اسم قائد ريال مدريد وقائد هجومه وهدافه كريم بنزيما، لكننا نذكر هذه الأثناء محاولة تصل إلى فينيسيوس، لمسة إلى لوكا مودريتش، ترك عند فالفيردي تسديدة لكنها سهلة في يد الحارس. سهلة هذه الكرة، مثل هذه الكرات لا يمكن أن تخدع أو تهدد مرمى حارس بقيمة يوبلاك اللي عنده السنوات. وفي تغطية رائعة في اللقطة الماضية، صعدها سريعا مولينا، يبحث عن الحلول، تحرك بجانب كوريا، يلعب كرة عرضية خطيرة لكنها على الجيب من هذه اللقطة. يا توني كروس حطها بالراس، يا إلهي لقطة مستحيلة. يا الله لا تسألني كيف ضاعت هذه الكرة. أي مدافع خلصها فالفيردي؟ لا والله ميليتاو، يا ميليتاو كنت في المكان الخطأ يا ميليتاو، كنت تدخل أمام موراتا، ساعدها بعد ذلك دي باول على اليسار، حلوة لنيمار التمريرة لكنها مرت. يا إلهي لقطة ولا أروع لمصلحة أتلتيكو. شوفوا مرة أخرى دوخوا دفاع ريال مدريد في أكثر من لعبة، في أكثر من تمريرة، وفي أكثر من توزيع للكرة بروعة كبيرة. لمسة إلى كوكي، تحرك من كوريا على اليمين، خطيرة للروخي بلانكوس، وكرة عرضية باتجاه موراتا لكن كورتوا مصر. سيبايوس على جهة اليسار إلى فينيسيوس جونيور يحاول يمر، ولكن التغطية أمام لا شيء في قرار الحكم. ضربة مرمى لحارس أتلتيكو أوبلاك. فيني أمام تغطية وتدخل من جانب الدفاع، لم يكن هنالك أي احتكاك، بالتالي كرة بلمسة نحو سيبايوس يبحث عن التمرير. فينيسيوس جونيور، فيني بتسديدة صدمت في الدفاع، خطيرة لمصلحة ريال مدريد. لوكا مودريتش فالفيردي بكرة عرضية داخل منطقة إبعاد من جانب كوكي، وبعد ذلك أوبلاك وينها إلى روكريم، يبحث عن الحلول، عن اللمسة، عن التمرير عند ناتشو على جهة اليمين بكرة. يا الله كم كانت قريبة، كم كانت خطيرة، كم كانت جميلة. كعبك عالي يا فالفيردي لكنها مرت أمام كريم، وأيضا أمام فينيسيوس، أمام كريم وفيني جونيور. أخطر فرص ريال مدريد في شوط المباراة الثاني. 5 جدا من ريال الروخي بلانكوس في فترة صعبة من هذه المباراة، من هذه المواجهة. حلوة التسديدة بعد ذلك بعيدة، حلوة اللقطة بين لوكا مودريتش وفالفيردي، ولكن النهاية تسديدة قوية أكثر من اللازم، يعاني على المستوى التهديفي في هذه الفترة. فالفيردي الوجه حلوة مع لوكا مودريتش. قريبة إلى جريزمان، ودوا حلوة انفراد لجريزمان، خطيرة لأتلتيكو. جريزمان يحاول، مر، عدى، تمريرة دي بول خطيرة، فرصة حلوة التمريرة لكن الدفاع تدخل. يا الله أي كرة ضاعت على أتلتيكو، أي فرصة ضاعت على الروخي بلانكوس، فيها خطأ وفيها فرصة وفيها انذار، وبعد ذلك كرة قريبة جدا من زملاء جريزمان. بطيء شوية جريزمان، لم يكن عنده السرعة الكافية لتجاوز
انطلاقة ميليتاو السريعة جدا. برنابيو ينتظر والفرصة لجريزمان، جريزمان قوية يا إلهي، هذه مستحيلة يا كورتوا، هذه مستحيلة يا كورتوا، يا لها باللقطة. تيبو هل تسمعني؟ أجب تيبو، أي كورة وأي تسديدة بروعة كبيرة منك يا جريزمان، قوية ذاهبة إلى المرمى مباشرة، لكن ردة الفعل غير عادية من تيبو العملاق. كورتوا يبقي أصعتي داني سيبايوس، لوكا مودريتش، مودريتش إلى رودريجو، حاول يمر عدى من الأول، مر من الثاني، مرة رودريجو تسديد، الله يا صغير يا كبير، يا صغير يا كبير يا رودريجو، أي روعة وأي كورة جميلة من رودريجو، هدف غير عادي يا رودي، التعادل لريال مدريد. قلت لا تعمل ريال مدريد، الصغير الكبير هذا رودريجو، 1 و2 و3 بروعة كبيرة يا ولد، بروعة كبيرة، التعادل للمرنجي. لم يخسر ريال مدريد بعد، لم يرمي المنديل بعد، رودريجو يهدي هدفا لكارلو أنشيلوتي على طريقته الخاصة، 1 و2 وين الثالث أمام رودريجو، عمل شوربة في دفاع أتلتيكو مدريد وحطها بروعة في مرمى أتلتيكو مدريد. يا صغير يا كبير يا رودريجو، كورة ولا أروع، نهاية ولا أجمل. في هذه الأثناء محاولة من جانب لوكا مودريتش على تنفيذ ركنية عرضية خطيرة بالراس، مرت من الجميع، خطيرة يا روديجر، خطيرة يا روديجر، قريبة كانت من روديجر، كل كورة تخرج من قدم لوكا مودريتش فهي في منتهى الإتقان، في منتهى الروعة. كانت اللقطة الأخيرة لوكا عرضية لروديجر، مسحت طبعا رأسها فيتسل، ولكن الحكم لم يشاهدها، بالتالي مرت وانتهت إلى ضربة مرمى. مش عارف إذا كان لمست كريم بنزيما بعد. مودريتش محاولة لمصلحة لوكا إلى ماركو ناتشو، مجموعة من التمريرات، ناتشو، أسينسيو بكورة بينية حلوة وكريم، مرق جميل، هدف ثاني يا ريال، الكريم بنزيما بعد تمريرة رائعة جدا وعمل كبير من ماركو، هدف مدريدي ثاني لريال. كريم القائد، كريم الفنان، كريم الهداف، كريم المنبر في هذه اللحظة، في هذه الكورة وفي هذه اللقطة. الهدف الثاني لمصلحة ريال مدريد، لوكا وماركو لوكا. الكورة بعد ذلك من أسينسيو تركت الجميع واختارت بنزيما، تهادت إلى كريم، اختارت قدم بنزيما وضعها، بعد ذلك أرسلها إلى الشباك. كوني معنا مدريدية بيضاء، لليلة بيضاء، لذكرى حلوة، لعبور إلى نصف النهائي، لقلب الموازين، لريمونتادا، لتأكيد الشخصية والكبرياء، لتأكيد عرض البرنابيو وأنهم لا يسقطون بسهولة، لا يموتون بسهولة. هل تعرف ماذا يعني ريال مدريد؟ يعني أنك لن تفوز هنا بسهولة.